أبلغناهم بده، قالوا احنا لن نجتمع الا معاكم، احنا مش هنجتمع غير مع الشباب اللي معانا في الميدان. فحتى هيجيبوا احنا نوقف اجتماعات الجبهه احتراما ليكم، خلصوا وقولوا لنا، وهم خلصوا فعلا يعني وارتاحوا وريحونا بصراحه برضه ارتاحوا وريحونا. احييك على والله بتكلم. فالفكره فعلا انه هي بس ان انا حابب اناقش كل الزملاء، اناقش حضرتك اناقش كل الزملاء انه تاريخ كل الثورات في الدنيا بيقول انه مفيش حاجه اسمها فراغ. الفيزياء نفسها بتقول مفيش حاجه اسمها فراغ. كسرنا العسكر في محمد محمود، ثم ادي الاخوان اتكسر نسبيا. المؤسسه العسكريه خدت خطوه لورا دلوقتي لانه القوه الجماهيريه المطروحه في الشارع مش هتخليها تقتل المسلمين. فهي واخده خطوه لورا، ودي فيها امكانيه لبناء قوه ديمقراطيه حقيقيه على الارض. ده هيستغرق وقت. الراجل ده بيقول كلام زي بس اللي لازم نعيش فيه وعي الى برنس عبد الحكيم برنس. هو يا جماعه الناس اللي ورا ده كلام مهم جدا والله. انا ما سمعتوش قصير الكلام ده، يعني ان احنا نقعد بقى نفكر في الشغل وعارف بالشكل ده ونتكلم فيه، احنا ناس غرقانين تمام. الناس اللي ما فكرتش بشكل عادي وسري فيسمع اذا لم يكن شيء هو يا جماعه الناس اللي ورا ده كلام مهم جدا والله. انا ما سمعتوش قصير الكلام ده، يعني ان احنا نقعد بقى نفكر في الشغل وعارف بالشكل ده ونتكلم فيه، احنا ناس غرقانين تمام. الناس اللي ما فكرتش وبشكل عادي وسري في ان إذا لم يتم إنشاء كيانات ديمقراطية على الأرض في مصر، إحنا هنظل أسيري على رأي الله يرحمه فرج فودة التبادل العسكري الإسلامي. إذا ما كانش عندنا أحزاب ديمقراطية حقيقية موجودة في الشارع قادرة على تنظيم الجماهير مش هنعمل حاجة. عندنا استحقاق انتخابي كمان 6 أشهر، عندنا دستور قبل منه، وفي نفس الوقت خلينا صراحة كلنا مش هنظلم احزابنا. تحديدا انا اتحدث عن الاحزاب اللي نشأت مراحل الثورة، الدستور والانضباط الاجتماعي والتحالف التيار الشعبي. يعني انا اتحدث عن سواء مش هنظلم احزابنا انه كنا بنبني احزابنا في نفس الوقت اللي مشغولين فيه بمعركة محمد محمود وبمعارك متتالية في الميادين وفي انعدام امكانيات وفي خبرات تنظيمية شبه معدومة في مصر كلها. المجتمع ما كانش فيه تنظيم اصلا، لا نقابات ولا احزاب. دي حقيقة، بس احنا دلوقتي على المحك. انا عندي الحل. ده السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا ونبقى مهمومين بيه 24 ساعة. الحل التنظيمي لينا ايه؟ قدرتنا على بناء وتنظيم جماهيرنا في الشارع قد ايه؟ انا شايف انه ده موضوع محتاجين نتناقش فيه. وهل اطلاعا اللحظة دي في العمل ده في الاتجاه ده مناسب؟ بصراحة أنا واحد من الناس يعني حتى لما تقعد على القهوة أكتر مكان، يعني إحنا بنقعد على مجموعة قهوة هنا البلد صدرها مفتوح للعمل. ده جاي بيشربنا. احنا أصلا اتولدنا على احنا قايمين بدورنا كويس؟ إحنا بقى هنملى الفراغ ده ولا هنستنى لما حد اللي يملاه؟ على فكرة فات شهر يا جماعة. أنا كنت متصورة إنه مثلا الشهر ده تنظيميا برضه تنظيميا كحزب أنا كنت متصورة إن احنا انت عندك زي ما اسمه حضرتك حكيم محمد زي ما بيقول عندك طاقة مفتوحة، ناس نازلة بقى المرة دي بكل العائلات زي ما كانت بتقول أطفال وكذا. طيب احنا ازاي هنقدر نحول ده لعضوية؟ وانت في النهاية انت حزب لازم تتنظم وبالتوازي، لازم تنزل انتخابات، انتخابات، دستور، كل ده لازم يتم بالتوازي. وسباق مع حاجات كتير، سباق مع فكره الاستبداد، اعاده انتاج الاستبداد مره ثانيه، الرعب اللي موجود عند الناس، الفزع اللي موجود من الارهاب. ما عندكش مجالس نيابيه وما عندكش فراغ. عندك على الجانب الاخر ممكن يبقى فيه في قلب الاحزاب نفسها قوه بتخلق شويه. احنا عندنا تحديات كبرى. هل احنا مدركين ان احنا الوقت فعلا ضيق؟ يعني انا مش بقول انه انا بقول احنا حتى هناك قبل ما نقول احنا هنا حقيقي. يعني انا بحس ان الساعه بتفرق في الوقت. عايزين انا ممكن اتعرف على كل واحد
طب ما عندي اقتراح ليكم. انا امبارح كان في واحد بيأجر لنا الشقه بتاعه التجمع الخامس عشان كان عندنا امل نفتح مقر في القاهره الجديده علشان تجيب اشتراكات. احنا بقى القاهره الجديده يعني حته شيك بقى، فعندنا امل. فلما الراجل قعد واحنا بنمضي العقد قلت له حضرتك احنا عايزينك تتبرع بالمقر هديه بقى للدستور. فيعني ايه انا طماعه شويه. يعني انا عايزه اعرف ازاي يعني يبقى التحالف في حته والدستور في حته هنا. فتفكروا في يعني واحد هنا هو احنا قريبين من الدستور ممكن نفتحهم على بعض. نعمل كوبري نعمل كوبري. يعني انا عارفه انه مثلا احنا سمعنا عن او انتوا سمعتوا عن موضوع الاندماجات وكذا واسماء احزاب بعينها. مصر ديمقراطي. الحقيقه اللي هيحدد على ارض الواقع احنا هنندمج في حزب مع مين؟ القواعد اللي بتنزل الشارع اللي عارفه انها ممكن تقف مع حكيم او ممكن تقف مع محمود. يعني احنا هنبقى مع بعض ليه؟ عشان في طلاق صح؟ طب احنا بننقي ليه؟ احنا بنفرز ليه؟ بنقول حزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب وسط الاحرار بس ليه؟ يعني احنا في النهايه ما هي عباءه واسعه يعني حتى الدستور